لكن طول الانسان ما هوش راضي مش قنعان، ما انت مش مفيش. يعني انت مش راضي بموت منك او بحياتك او باللي ربنا اداهولك، هتعمل ايه؟ هتتعب في نفسك بس وتقطع في وفي الاخر. لكن لما ترضى هترتاح وربنا يرضى عليك وربنا سبحانه وتعالى يكافئك. ولما تبص لكثير من الناس تستغرب وتعرف زي ما قلت لك كفايه نعمه الاسلام، كفايه نعمه الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها ايه؟ نعم. يا راجل في غيرك ما بيقولش الحمد لله، ولما تقول الحمد لله يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، بالله عليك دي تساوي كام؟ صلي على النبي. لما تقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مش حد يعرف، حتى الملائكه تقلت عليهم مش عارفين يكتبوها، فطلعوا بها لربنا، صعدوا بها الى ايه؟ قال اكتبوها زي ما هي وانا اللي هكافئ بها، قال اللي هكافئ بيها. وزي ما قلنا لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر يفدني بمليون، لا احسن من الدنيا اللي عليها واللي قال كده سيبك النبي. الباقيات الصالحات دي يفسرها لاهل التفسير ان هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، يقول عليها النبي لما اقولها احب الي مما طلعت عليه الايه؟ الشمس. شوف في اخ كاتب على الفيس كده واظن صادق من ذلك ان هو في مدينه كبيره وبعدين راح يقبض من المكن، يضطر يجيب فلوس من ايه؟ من المكن بتاع البنك بالكارت، فلقى المكن زحمه، فنقل على واحده ثانيه لقاها ما فيهاش فلوس، واحده ثالثه مش عارف عطلان، لف 5 6 مكنات معاهم، فلقى يعني مكنه خفيفه شويه كده عليها طبعا، راح واقف عليه في قدام واحد. لما جه وقف شويه كده، الراجل اللي قدام منه بيقول لي ايه في كده الدنيا برد زي ما انت شايف كده وعمال عرقان وصوت عرق كده ووشه احمر اتاريه اللي قدام منه ايه؟ تعبان مش قادر يقول. فقال له هل تسمحك اقعد؟ قال لي قدامك على هيك الدور كده قال له. فلما قعد الراجل بيكلم نفسه كده بالراحه بيقول يا رب معي، يا رب معي النهارده عشان اقدر اودي الفلوس لصاحب البيت، اصل انا عادل النهارده ويا رب معي النهارده بالذات، ده هو بيقول في نفسه لسه ما قالش صاحب البيت. فبيقول انا حسيت ان الراجل تعبان، فبقول له انت في ايه يا حاج؟ قال له ما فيش حاجه. قال له يا عم مالك؟ انت خد بالك من الدرس ده، الراجل اللي اتعلمت منه واحنا عايزين نتعلم منه. قال له والله اني في نعم. في ايه؟ نعم. الراجل برضه الكلام مش ايوه انت في نعم بس في ايه؟ انت تعبان. قال له يا عم انت عارف ايه؟ هم بيقول قبض وانا قبضته وما سبتوش، لقيت ورا لحد ما خدته ووديته للدكتور. بعد ما وديته للدكتور قلت له هوصله. قال له يا عم مش المهم هو بيوصله، حكى له انه عنده 5 عيال ومراته ميته، بيقول الحمد لله من نعمه ربنا ان امي معايا وهي اللي ساعدتني على تربيته. المهم الراجل خده وراح البيت لهم الاخرى عيان، وعيان ايه كمان؟ جفيف. دي اللي ساعدتك ويقول لها ازيك؟ هتقول الحمد لله. انت عامله ايه؟ يقول لك في نعم. ايوه في نعم صحيح. زي ما الراجل لما قال الحمد لله خد مني نعمه وخد مني رجلي وساب رجلي، مش دي نعمه؟ خد مني مش عارف اللي فيه مالوش رجلين، وفي اللي في الانعاش خلاص، في اللي في العنايه، وفي اللي في العنايه ومغمى عليه بيتعلق له بياكل ولا بيشرب، عد كده، وفي اللي بيعرج وماشي برجل واحد، في اللي بيمشي على رجل واحد، وفي اللي فيه ايدين، وفي اللي ما فيش حاجه بتتحرك خالص، وفي اللي كفيف، وفي اللي عين واحده. لا 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 لا، امال ايه؟
انت مش بتحس بالناس ولا ايه؟ شوف الراجل اللي كان عامل زينا كده وبعدين بيقول للراجل ده اداني ده، قال له ده انت اديتني درس وربنا سبحانه وتعالى عطل المكن عشانك. يروح لامه اخرى عيانه وكفيفه وبيقول تقول الحمد لله ده احنا في نعم. ها المهم جاب صاحب لقى عليه بقى ايه 3 شهور ويقول الحمد لله يا رب. كان بيقول انت بتقول الحمد لله يا رب معايا النهارده، قال له عشان صاحب البيت معانا وبعد ساعتين هيطردنا ويجزأ المبلغ، يعني ياخد مبلغ النهارده معانا وايه يا دوبك الباقي بتاع نزل المرتب والباقي هيعمله. المهم رحت واديت الراجل الايجار وساب له مش عارف ايه وخد امه اخرى اداها علاج. سبحان الله سبحان الله. بس يقول ايه ربنا عطل المكن عشان ايه؟ يبعتني ليك وعشان اتعلم منك درس. كل ده وانا كنت زهقان عشان المكن عطلان ولا زحمه وانت بتقول في نعم وامك بتقول في نعم. امال ايه؟ واحد الواحد بقى، واحد رضي. انا لما رضي اللي ربنا اسعده ربنا اسعده. واحد مسافر السعوديه يشتغل فما لقاش شغل فقعد واظن كده يعني برضه كان طالع معاه بس بتوع العقد يقولوا ايه هيشغلوا فما فيش شغل. وبعد شويه كده كان يوم 5/6 جه شغل. الشغل ايه بقى؟ عباره عن حد يجي عنده شغلانه يكسرها الكفيل يطلعه ايه؟ زي بيتاجر عليهم كده خلاص. فاللي جاي ياخد الشغل قال عايزين عندنا المجاري كاتمه نسلكها. فيقول هم كانوا 2 واحد ريدنج الثاني قال لك انا جاي السعوديه اسلك مجاري انا مش شغال. واحد الواحد خلاص. على فكره مفيش حاجه في الدنيا عيب، العيب انك تسمع، العيب انك تزني، العيب انك تعمل حرام. انما الشغل مش عيب، انك بتمشي تركب مش عارف ايه، تركب كار تركب عربيه ايه تهش ها تعمل في الغيب. لا 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 ايه ده سيدنا النبي لما يعني قال على الايد اللي هي دي يحبها الله ورسوله اللي بتشتغل الغش اللي بتشتغل مش المترفيه اللي بتنصب على الناس ابدا. صلى على الحبيب. الراجل ايه؟ واحد ما رضيش والثاني قال لما انا جاي اعمل ايه؟ اي حاجه. ركب في العربيه راح يشتغل وهو بيشتغل البيت تقريبا 200 مشتركين في المجاري ولا حاجه. المهم الراجل اللي هو بيشتغل صاحبة البيت الثاني اللي مش رايح يشتغل عندهم بتقول له افتكر انت ما طلعتش الزكاه لفلان؟ مجهزين الزكاه حاسبين مبلغ كبير هنطلع الزكاه لمين؟ لا ما مش بقالنا يومين 3 مستنيين مش عارفين مش لاقيين حد على ما نشوف حد يستحق من ايه نديهوله او جماعه نوزعه. فقالت له هو في الراجل اللي بيشتغل في المجال ده اكيد محتاج، هو بيشتغل في المجال ليه؟ يعني صعب عليه المنظر الراجل وساعات بيبقى مثلا متعلم او وبيبقى باين على هيئته وهو بيتكلم ويتعامل مع اصحاب البيت الوليه والراجل التانيين اصحاب البيت اللي جنبه لفت نظره. هو ايه اللي يخليه يرضى؟ يبقى محتاج يشتغل في الفن المجالي وبتاع يبقى محتاج واحنا هنلاقي افر مده نديله الزكاه. المهم الراجل ايه؟ وهو ما خلص بيديله مبلغه زود مثلا زي ما انت كده لقيته طعم ان كان مثلا 100 جنيه ولا 200 جنيه بتديله كمان 100 ولا حاجه. قام لقى جاره من هنا بيقول له خد اديه ده زي ما هو كده باللفه بحاجه تخيل. فقال له خد دي المبلغ بتاعك وده زياده عشان انت طيب ودي جايه لك كده. قال له لا انا مش هاخد. قال له لا دي جايه لك وما تردهاش زي ما هي كده ولا اعرف ايه ولا دي رزقك. الراجل خدها طلعت بقى مبلغ كبير. بعد ما قضى هناك كام شهر بتاع جه لقى ما شاء الله مبلغ بقى بنى وادى وصدق اذا محدش يا اخوانا عارف رزقه فين ولا حد عارف البركه فين. احنا معنا الا سبب وما دام احنا سبب يا اخوانا نتوكل عليه نرضى باللي اديهولنا
لان دايما عطاء ربنا لنا خير، وربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش شر خير. ربنا ايه؟ ما بيجيبش شر خير. وساعات تلاقي يعني انسان منا جاله حاجه كده وحشه، فهو متضايق زعلان بلوى، يقوم لما يرضى يلاقيها كانت نعمه. اي والله هو مش عارف، وهو ايه؟ ما هوش عارف، بل ساعات يبقى فيها نعم يبتلى، يقوم البلاء يبقى فيه ايه؟ خير. صلى على الحبيب. اصحاب السفينه في سوره الكهف، سوره الكهف السفينه لما اتخلقت وهم يا دوبك بيشتغلوا ايه؟ مساكين. المسكين ده ما بيكفوش ايه؟ واما السفينه فكانت لمساكين يعملون فين؟ في البحر. فبياخد من ده ربع جنيه ولا جنيه ولا ساعه دلوقتي مش عارف بكام. السفينه بتعدي الناس البحر، فاكره بتاع يشدوها كده وتعدي البر الثاني البلاد خلاص، وبعدين ياخد اللي يدوه، فيا دوبك يكفوهم اليوم او ما يكفوهمش. فجه سيدنا الخضر لما ركب السفينه راح خالع جبل مكتوم وخلع منها لوح عشان وقفت خالص. عشان كده سيدنا مش اختار يعني جاي اتعلم منك، انت بتفسد كده. ها لقد جيت شيء ايه؟ هتخرقها. ده هم ما رضوش ياخدوا منا فلوس وهم ناس محتاجين. هاكلوا منين بقى؟ قال له ايه مش انا قلت لك مش هتقدر؟ اسكت. يبقى الراجل كان عامل خير ولا شر؟ شر. السفينه وقفت هيقعدوا يومين ثلاثه جعان على ما يصلحوها ولا ما تتصلحش. لكن بالله عليك لما تكون ماشي كده وصاحب ميكروباص وبعدين الميكروباص الفرده تتخرب، ولا بعد منها لجنه كده يدفعوه 2000 3 ولا تخبط في حادثه تبقوا نصها، ها؟ مش بيقول زي ما الحمد لله اللي كانش اكتر من كده ولا ايه؟ ها؟ الحمد لله ما كانش اكتر من كده. هي دي. بل هي كانت نعمه ليه؟ ان الملك كان هياخدها خالص. قال له السفينه كان الملك بيمشي يدور السفينه الحلوه ياخدها عشان في الحرب غصب كده، محدش يقدر يتكلم. اما السفينه فكانت المساكين يعملون فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غاصبه. خدها غصب عنهم مش هترجع خالص. انما هم يعطروا يوم ولا حاجه يجي العمال بتوع الملك ولا بيبصوا بقى مفهومه يسيبوها ويمشي، مش عايزين ليه؟ ها يصلحوها تاني وتشتغل. يبقى خير ولا شر؟ خير. وهكذا الولد كان هيوجهوا فين اللي سيدنا خضر قتل الولد. ثاني حاجه سيدنا خضر مين ده شويه عند العبد راح ماسك واد منهم انفصلوا كده رقبته، شال رقبته عن جسمه وهو الواد الوحيد. لما يبدا بقى ويقول اللهم اجرني في مصيبتي واكل لي خيرا منها. بس نبدا يا اخوانا مش الحمد لله هو زعلان والبنات وفقير ومحل. يا راجل ده انت اغلى من غيرك. شوف ربنا سخر للراجل واحد بعربيه. اي والله بتحسها ساعات انت وربنا بعت الخمس استدلوا الراجل ده هو شريك. بل ساعات البهايم احنا مش ربنا مسخرنا، هي مسخرها لينا ناخد لبن ولحم وبعدين احنا نقعد نردمها قد ايه؟ نشيل ليها كمان تحت منها ايه؟ سبحان الله. اذا المساله ان ربنا سوى وجعل ايه لنا كلنا اسباب ليه؟ لبعض. فالواد اللي حيل ابوه ده وسيدنا الخضر قتل. سيدنا موسى بقى مش كان نسي الاولاني قال له ما سبت المره دي يعني نسيت. المره دي قال له لا ده انت عملت شيء ايه؟ مش جمره يعني مش حاجه كده. لا انت جبت عملت منكر، قتلت نفس وغير نفس وهو عيل صغير حتى لو عمل حاجه ما بيتحاسبش. قال له مش قلت لك انت مش هتقدر قال له خلاص يا عم اخذ. والثالثه الجدار اللي بناه خلاص. ايه اللي خلى سيدنا موسى يتكلم الثالثه مع انه عرف انه يثبت بقى انه لقى عمل خير في ناس ما تستاهلش الخير، واللي قبل منه كان كله شر وما عملوش ذنب بل عمل فيهم ايه؟ خير بتوع السفينه والواد صغير مالوش ذنب. فقال له انت بتبني الجدار ليه؟ هم ناس بخلة حتى ما سقوناش ميه ما تاخد عليه فلوس. قال له خلاص كده هنتفارق ما عادش ليك ماشي ايه معايا زي ما انت قلت
كده دي خلاص كده. الواد بقى قال له الواد قتلته ليه؟ لا قال له ناس طيبين يوم ربنا يعوضه في واد بيجوش بالدور يتبحث من ابنه. ايوه والله، بل ساعات ابن الجار ولا ابن الاخ بيبقى احسن من ايه؟ مش في ناس عندها اولاد عاقين مبهدلين. ايوه خلاص، ويعني حالتهم وحشه ولا اتحبسوا ولا كذا ولا كذا. شوف اللي بيقول، شوف الراديو بقضاء ربنا لما سيدنا خضر مات فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. الواد كان يوصل ابوه درجه الايه؟ الكفر وامه. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب روحا. ربك عارف الجو ولا احسن منه. يبقى برضه بتاع الجدار كان المال تحت الايه؟ فمحدش يعرف ايه اللي كده وايه اللي متداري، لكن من فضل ربنا علينا ان احنا بيدينا الخير وبيدينا الثواب على كل حاجه. بيدينا الثواب ايه؟ ان اعطي شكر فله ايه؟ وان منع منها ايه؟ صبر فله اجر. المسلم ربنا سبحانه وتعالى لما يكون بين الحالتين الشكر والصبر ربنا يديله يقوم يشكر فيقبل، وبعدين ربنا يمنع منه حاجه ثانيه يصبر ويعمل يقوم ربنا يديله الاجر. مش كده ايه؟ مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يديله يصبر فياخد اجر، يمنع منه يصبر يصبر ياخد ايه؟ ياخد اجر. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله جل في علاه ان يرزقنا الرضا وان يرزقنا الشكر وان يغفر لنا